في الفيديو ده هنشرح مسلسل جامبل من أول حلقة لحد آخر واحدة. جامبل هو مسلسل مكون من 6 مواسم، بدأ في 2011 وخلص في 2019 وبيضم 240 حلقة في المجمل. المسلسل عبقري ومليان مرح، بيجمع بين تصميم الشخصيات ثنائي الأبعاد وثلاثية الأبعاد مع مشاهد واقعية وكوميديا من العيار التقيل. وهنبدأ أولا مع ريتشارد أبو جامبل وداروين وأنايس. ريتشارد أرنب ضخم وساذج بيقضي يومه كله قدام التلفزيون بياكل، ولو حصل بالصدفة واشتغل العالم ممكن ينهار حرفيا. أما نيكول مراته فهي مدمنة شغل وعندها شخصية قوية وحادة، مش بتتردد في استخدام شوية عنف من وقت للتاني، وده بيخليها هي وأنايس من أكتر الشخصيات عقلانية في العيلة. القصة بتبدأ من 42 سنة فاتت لما ريتشارد كان لسه أرنب صغير وأبوه سابه ومشي. جدته تشوتشو حامته وقالت له إن أبوه راح يشتري لبن. هو كان بريء قوي فصدقها، بس الحقيقة إن عدم وجود أهله ما كانش خسارة، لأن أبوه كان وحش جدا معاه. في شوية حلقات بعد كده بنكتشف إن شخصية ريتشارد اللي بايخة دي سببها طريقة تربية جدته تشوجو اللي كانت سيئة جدا، وده كان باين جدا في الحلقة التاسعة من الموسم الثاني لما اضطرت تقعد مع العيال فحولتهم كلهم لريتشاردات أغبى منه. نرجع تاني للقصة الرئيسية عن ريتشارد ونيكول، وبالذات لحلقة الاختيارات. الحلقة دي بتحكي عن نيكول وهي صغيرة وإزاي اختارت جوزها المستقبلي. القصة بتبدأ بلقطة عائلية ونيكول بتقدم العشاء، وفجأة البيت كله بيتدمر. ساعتها بدأت تسأل نفسها أنا بعمل إيه غلط؟ فنرجع بالزمن لأول مرة نيكول قابلت فيها ريتشارد. نيكول كانت رايحة مسابقة كاراتيه وكان أهلها معاها وكانوا شديدين ومحتاجين قوي. في مرة جابلها بدلة مكتوب عليها الدكتورة نيكول. في السكة عربيتهم عطلت فاضطرت تجري لحد ما وصلت لريتشارد اللي كان محشور جوه شجرة بيتفرج على السناجب. لحسن حظه نيكول أنقذته. ساعة ريتشارد سألها المسابقة دي مهمة ليكي قد إيه وإيه معناها بالنسبة لك؟ فردت عليه وقالت إنها بتعمل كده علشان ترضي أهلها، بس وقتها كانت المسابقة خلصت ونيكول زعلت. فريتشارد حاول يرفع من معنوياتها واقترح عليها إنها تسيب كل ده وتعيش لحالها وتبطل ترضي الناس، ومن ساعتها بقوا أصحاب مقربين. ريتشارد كان مختلفة تماما عن نيكول، هي كانت بتحاول ترضي كل الناس بأي طريقة وهو العكس تماما. ومع دخولهم سن المراهقة بدأوا يحبوا بعض، بس أبو نيكول ما كانش موافق على العلاقة دي، وحتى تشوتشو نفسها ما كانتش بتحب نيكول ولا أي من أهاليهم كانوا طايقين الطرف التاني. أهل نيكول كانوا عايزين يجوزوها لابن صاحب بنك، بس رغم كل العوائق فضلوا بيحبوا بعض لحد ما في يوم قرروا يسيبوا بيت أهلهم ويعيشوا مع بعض جوزين في بيت صغير. وفي فرحهم دعوا كل الناس لكن للأسف محدش جه. نيكول اشتغلت موظفة خدمة عملاء في مصنع بلاستيك علشان ريتشارد ما كانش بيتحمل مسؤولية، وبعد ما عدى عليهم مشاكل مالية كتير قدروا يشتروا بيت، واتضح بعدها ان نيكول حامل. اهلها حاولوا يبوظوا العلاقة وبعتوا نيكول في رحلة مع ابن صاحب البنك علشان يحاول يفتنها وتسيب ريتشارد. بس في الحلقة اللي بتحكي القصة دي بنشوف ان الامور في الاخر مشت بشكل كويس. نرجع بقى لنيكول لما خلفت طفل كانوا هيطلقوا عليه جام او زاك، بس في الاخر اختاروا اسم جامبول لانه كان بشع لدرجة ان الدكاترة قالوا يفضل في المستشفى كام يوم تحت الملاحظة. واخيرا عيلة جامبول استقرت في بيتهم ومعاهم الطفل الجديد وحياة مالية مستقرة نسبيا. زي أي مسلسل كرتون كلاسيكي لازم يبقى فيه جار نكدي، وهنا بنقابل عيلة الروبنسون. نرجع بقى للجزء الرئيسي في الكرتون، ظهور السمكة الذهبية. السمكة كانت هدية من ريتشارد لجامبول لأنه ما كانش عنده صحاب. جامبول حبها جدا وقضى معاها وقت طويل، بس للأسف السمكة اتسحبت في المواسير بعد محاولات كتير لإنقاذها وماتت. ريتشارد قرر يعوضه ويشتري له واحدة تانية فراح بيت شوب، لكن بدل ما يشتري من هناك اشترى سمكة من عربية حمراء واقفة في الشارع. صاحب العربية قال له إن السمكة دي مش عادية ولازم يهتم بيها كويس، لكن كالعادة ريتشارد مهتمش وداها لجامبول من غير ما يعرف إن السمكة دي بتتكلم. جامبو جامبا. وفي يوم وهم بياخدوا صورة عائلية السمكة اتكلمت. من الصدمة وقعت في المرحاض واتسحبت مع المية. الكل كان فاكر ان داروين عمره ما هيرجع، بس المخلوق البرتقالي الصغير ده كان ذكي لدرجة انه رفض يموت. I'm on my way. I've got my lungs and that's a start and I've got... بطريقة غريبة قدر يرجع البيت وكان بينمو بسرعة وهو في الطريق لعيلة واترسون. ومن اللحظة دي داروين واترسون بقى عضو رسمي في العيلة وبقى بيروح المدرسة كأخوه صاحب جامبول. وبعد شوية الأرنب الصغيرة الوردية أنايس انضمت للعيلة. كانت عبقرية شريرة في البداية وعذبتهم بكل الطرق، وبسبب ذكائها سابت كذا مرحلة تعليمية وانضمت لإخواتها في المدرسة. وبكده نكون خلصنا الكلام عن عيلة واترسون. تعالوا نشوف شوية شخصيات تانية في المدرسة. لوسي سيميون، المدير براون، جاري، بيني، بنانا جو. شكل الكرتون بيبان إنه ماشي بشكل متسلسل ومنظم، بس الحقيقة القصة ملخبطة لأن الحلقات مش مترتبة. لكن في الحلقة التانية 10 من الموسم الثالث واسمها الفراغ The Void
بيظهر حدث مهم جدا بيغير مجرى الكرتون كله. الشرير اللي هيظهر هو روب، شخصية جانبية اترمت في الفراغ. جامبول وداروين ومستر سموث اكتشفوا إن في خلل في الواقع، خلل في الشخصيات وأماكن مخفية، وكان من ضمن الشخصيات دي مولي اللي حاولوا يدوروا عليها في بعد تاني بيؤدي للفراغ. واحنا بنتفرج بنشوف حاجات ملهاش لازمة وإصدارات أقدم من روب مرمية هناك. وبعد كذا حلقة روب بيرجع في حلقة اسمها لا أحد The Nobody. هنا بنكتشف إزاي هرب من الفراغ لما داروين وجامبول دخلوا هناك، بس كان عنده أعراض جانبية خلت شكله يتغير شوية. روب كمان اكتشف إنه ملوش لازمة وكان عايش في بدروم بيت جامبول، فجامبول وداروين قرروا يساعدوه واقترحوا عليه يبقى الشرير الرئيسي. وللأسف الفكرة عجبت روب وأعلن كراهيته ليهم وقال إنه هيبقى عدوهم رقم 1. في حلقة الشرير ده فيلن حاول يدمرهم لكنه فشل ذريع. دي كانت طريقة الكرتون في صنع شرير لأن ما كانش فيه أي شرير واضح قبل كده، وكانت بصراحة طريقة ذكية حتى لو بدأ فاشل في الأول، بس بعدين شفنا تطوره وبقى شرير ما يتنسيش. نيجي بقى لحلقة الكارثة The Disaster، ودي كانت محورية جدا. القصة كانت عن إن روب لقى ريموت سحري مع صاحب العربية الحمراء، نفس الراجل اللي باع لريتشارد السمكة زمان. الريموت ده بيقدر يتحكم في الواقع أو الكرتون كله. روب كمان اكتشف إنهم عايشين جوه كرتون وإنه يقدر يتحكم في كل حاجة، فقرر يدمر حياة جامبول تماما. بس بعد خناقة قوية جامبول قدر يبعته على الفراغ. وهنا بنوصل لحلقة العودة The Return من الموسم الخامس. جامبول رجع بالزمن علشان يصلح غلطاته ويواجه روب من تاني، بس المرة دي كمان دخل الفراغ علشان ينقذ روب. في الآخر اتصالحوا وروب صلح كل حاجة وكسر الريموت السحري ورجع يعيش في الظل تاني وكأن مفيش حاجة حصلت. المضحك في كل ده إن الشخصيات اكتشفوا إنهم عايشين في كرتون بيتعرض على التلفزيون. في حلقة العرافة The Oracle اكتشفنا إن باربرا أم بانانا جو كانت عرافة، كان عندها القدرة ترسم المستقبل. جامبول لاحظ إن في واحدة من الرسومات ظهر في موقف من الماضي هو ما عاشوش أبدا، كان عريان وفي وسط كارثة حواليه ناس كتير جدا. المشهد ده حصل فعلا في الحلقة الأخيرة لما باربرا رسمت صورة ثابت وراها سر ما اتكشفش. بعد كده بنروح لحلقة المستقبل The Future من الموسم السادس. روب حس بقوة باربرا فقرر يخطفها ويجبرها ترسم له المستقبل، بس في كل محاولة كان بيفشل رغم إنها قالت له إن مفيش مستقبل على الأقل في الوقت الحالي. في اللحظة دي جامبول وداروين وصلوا علشان ينقذوها ودخلوا في معركة خرافية مع روب. خلال المعركة اكتشفوا إن باربرا مش بس بتتنبأ بالمستقبل، دي كمان بتقرره. روب استغل الفرصة وقرر يقتلهم، بس في الآخر اتغلب، ومش بس كده ده كمان اتمسح من الوجود. وفي المشهد الأخير طلبوا من باربرا ترسمه بشكل مضحك كنوع من العقاب، وبعد كده مشيوا وقالوا له نتقابل تاني في المستقبل، وده كان معناه إن روب لسه هيرجع، وده اللي شفناه بعدين. نيجي بقى لنهاية العمل العبقري ده في حلقة محاكم التفتيش The Inquisition. في الحلقة دي ظهر شخصية حقيقية جديدة، الشرير اللي اسمه المحقق الأعلى، جاي علشان يغير نظام مدرسة إلمور ويخليها مكان أفضل، أو ده اللي قاله. جاب آلة ضخمة وحاول يحول الشخصيات الكرتونية لبني آدمين عندهم لحم وعظام، بس لحسن الحظ جامبول وداروين بوظوا كل خططه الشريرة. كالعادة ملوك الخراب قدروا يرجعوا كل الناس لحالتهم الطبيعية وخلعوا لبس المحقق الأعلى، واكتشفوا إنه كان روب طول الوقت. روب حاول يشرح لهم إن تحويلهم لبشر كان الحل الوحيد علشان ينقذهم، وقال إن الكرتون لو ما اتطورش مش هيتعرض تاني على التلفزيون، بس ولا حد فهم كلامه. وفي نفس اليوم بالليل الفراغ بدأ ياكل العالم والنهاية خلصت كده. يا نهار أبيض، النهاية ما شرحتش كتير، بس الرسمة اللي باربرا رسمتها كانت بتوضح إيه اللي هيحصل بعد كده، وإحنا مش هنعرف الحقيقة دي غير لما الفيلم الجديد يتعرض. وده كان كل اللي نقدر نحكيه عن عالم جامبول العجيب. لو نسينا حاجة قولوا لنا في الكومنتات تحت.